اعبر عما بداخلي بكامله لاشياء كتيره جدا، لعلاقه ممتده طويله ما بيني وما بين جماهير نادي الزمالك المحترمه، ما بين جماهير نادي الزمالك المحترمه ونادي الزمالك الكبير اللي له فضل على عائله الكابتن محمد لطيف والكابتن ابراهيم لطيف، واخيرا انا شخصيا اللي لها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لوجود خالد لطيف على كرسي المذيع في قناه الزمالك، ولوجود خالد لطيف في الحياه الرياضيه وفي كره القدم، سواء في مجلس اداره نادي الزمالك تحت السن، سواء في مجلس اداره نادي الزمالك فوق السن، في منطقه الجيزه لكره القدم كعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم لدورتين متتاليتين، واعتلائي تاني اعلى الاصوات في الاتحاد المصري لكره القدم، واخيرا كامين صندوق نادي الزمالك الحالي. اعضاء نادي الزمالك المحترمين فوق راسي، وجماهير نادي الزمالك المحترمه فوق راسي، لكن كبيره جدا وسلوك ما كنتش متوقعه من قله اكيد لا تعبر عن جماهير نادي الزمالك، بخروج عن النص مش اقدر اقوله على يمكن موبايلي وعلى صفحتي وعلى الواتساب وعلى التليفون وعلى زملائي من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. تفاصيل كتيره جدا لكن مش هذكرها، ما يعني مش حابب اذكرها، لان يعني كل اللي انا هقدر اقوله ان علاقتي باعضاء مجلس اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك علاقه محترمه، وبشكرهم على ثقتهم فيا لثالث دوره يمكن داخل مجلس اداره نادي الزمالك، مره تحت السن ومره فوق السن، والمره دي كامين صندوق نادي الزمالك. اكيد حزين زي اي زملكاوي محترم بيبحث عن انجازات وبطولات لفريق كره القدم في نادي الزمالك، لكن المسؤول عليه ان يتحمل. في يمكن كثيرة جدا وشائعات واخبار وصفحات مش هتكلم عليها، في فيديو هينزل على صفحة المستشار مرتضى منصور يمكن هيتناول جزء كبير جدا منها بعد قليل، لكن انا حابب ان احنا دائما وابدا نفكر بعين الزملكاوي المجرد اللي بيبحث عن مصلحة فريقه، بيبحث عن مصلحة ناديه، بيبحث عن الانجازات ومزيد من البطولات. طبعا كرة القدم هو اللغة او الرياضة الشعبية الاولى لدى الملايين من عشاقها، لكن اكيد اللعبات الاخرى ليها رصيد لدى قلوب الفانيلا البيضاء. جماهير الزمالك المحترمة لها كل تقدير واحترام مني شخصيا، لها تقدير واحترام من كل جميع اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك بالكامل. اعضاء نادي الزمالك لهم كل احترام وتقدير مني شخصيا ومن كل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وعلى راسهم المستشار مرتضى منصور. لكن حابب ابدا دايما ب مفيش حد كامل، انتقدني زي ما انت عايز، بس في فرق كبير جدا بين النقد والتجريح، في فرق كبير بين النقد البناء المجرد، وفي فرق بين النقد الموجه والتجريح الموجه لاسباب لا يعلمها سوى ربنا سبحانه وتعالى. لكن العلاقه ما بيني وما بين اعضاء الزمالك المحترمين وما بيني وما بين جماهير الزمالك المحترمه علاقه ممتده وطويله عبر الاجيال، مش هيشوبها اي شائبه. ولو انا شعرت في يوم من الايام ان شائبه شبه اي شائبه، انا نفسي هتقدم بانسحابي وباستقالتي، لكن مش همشي ورا قله لها هدف معين ولها أجندة معينة. العلاقة ممتدة عبر الأجيال، وقلت أكتر من مرة داخل يمكن أحاديثي المختلفة كضيف أو داخل قناة نادي الزمالك، أسهل شيء أن أنت تنسحب وأسهل شيء أن أنت تقدم استقالتك، لكن أصعب شيء على المسؤول أن هو يتحمل الضغوط ويفكر في المستقبل، يتحمل نتيجة يمكن المسؤولية في كل الاتجاهات، نتيجة ان هو مسؤول عن مؤسسة رياضية او احد المسؤولين في مؤسسة رياضية، ويبحث عن الحلول في الفترة القادمة. انا هتكلم النهاردة عن كرة القدم وعن أسوريو
وعن نتيجة اللقاء، وغدا إن شاء الله لقاء جديد أمام فاركو. رغم الظروف الصعبة اللي مر بيها فريق كرة القدم هذا الموسم، لكن إن شاء الله المركز الثالث بعد هزيمة فيوتشر الأخيرة أمام البنك الأهلي أعطت الفرصة للزمالك إن شاء الله بالاحتفاظ بالمركز الثالث، رغم الأداء المهتز خلال هذا الموسم والصعوبات الكبيرة جدا جدا اللي قابلت فريق كرة القدم سواء من الداخل أو من الخارج، سواء بالحجز على الأرصدة أو بعدم وجود السيولة الكافية، سواء بأخطاء داخلية أو بأخطاء خارجية أو تعمد من اللي يمكن بعض الأشخاص لعرقلة مسيرة نادي الزمالك الكبيرة. في النهاية أكيد أنا حزين كزملكاوي، حزين بلا شك على ما وصل إليه يمكن نادي الزمالك من محاولات لتشويه السمعات وتشويه كل شيء، حتى لو هناك بعض السلبيات لكن هناك أكيد أشياء إيجابية.